ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. انا النهارده مش هطول عليكم. انا مش طالع النهارده في رد على ابراهيم عيسى. في ناس يعني بتتواصل معايا بتقول لي انت ليه ما ردتش على ابراهيم عيسى الكلام الجديد؟ انت ليه ما بتطلعش في فيديوهات؟ ليه ما بتعلقش على كذا؟ ليه ما بتعلقش على كذا؟ احنا مستنيين فيديوهاتك. انت بناخد معلومات منك. في ناس بتتواصل معايا وانا طبعا بشكرها على هذا التواصل، ويعني اتمنى ان انا اكون بعمل حاجه مفيده يعني البلد. طبعا في ناس مش فاهمه، يعني قاعده بتحاول انها تصنفني انا كذا ولا كذا. وفي ناس لما تتواصل معايا بتقولي انت مع السيسي ولا ضد السيسي، انت شغال مع المخابرات المصريه، انت كلام من ده. يا جماعه يعني الناس اللي عارفاني وعارفه الكلام اللي انا بقوله، يعني اعتقد يعني في ناس يعني اكثر ثقافه واكثر وعي، يعني انها تقدر تفهم من حكمها انا بتكلم في ايه والهدف من اللي انا بقوله ايه، ويعني موقفي طبعا من اللي بيحصل في مصر، واللي بيحصل عموما في وطننا العربي. يعني انا انسان، اللي انا بعمله ان انا ببحث وبقدم معلومات، والهدف هو الصالح العام سواء لمصر او للوطن العربي كله. اللي يعني انا يهمني ده انتمائي ليه. طبعا على الرغم مثلا ان احنا بنشوف ان التكوين طالعين عاملين يعني قصص، هل هناك هوية عربية يا جماعة ولا لا؟ يعني احنا بنسأل الحاجات دي في مصر، مع ان احنا مثلا اسم البلد هو جمهورية مصر العربية. لو يعني احنا عاملينها جمهورية مصر العربية، بعد كده بنسأل هل هناك هوية عربية يا جماعة. الخبل اللي في المجتمع المصري. يعني الناس بتقولي انت ليه ابراهيم عيسى ردا بس على التساؤلات، لان انا عايز النهارده، يعني انا طالع بشكل سريع عايز ارد على كل حاجه. ليه بطلت ترد على ابراهيم عيسى؟ انا بالنسبه لي شوف ان هو شخص معتوه ولا يؤخذ على كلامه، يعني خصوصا يعني التصريحات تضيع وقت. يعني مثلا في مره من المرات بيقول للناس ما تروح افغانستان، او ابعتوا المجاهدين اللي في افغانستان يجاهدوا في وسوريا مفتوحه ومش سوريا مفتوحه وبتاع. يا عم افغانستان ايه اللي هيدخلوا سوريا؟ يا ابني انت هي سايبه افغانستان ايه؟ اذا كانوا يقول لك احنا مش هناخدهم في مصر، انت مش هتاخدهم في مصر مع ان انت فتحت لهم الباب عندك وبعت مجاهدين من مصر في افغانستان. يعني ما انت الارهاب والتطرف اللي عندك في مصر ما هو الصناعه الوهابيه. يقول لك اصل سوريا مين يا ابني اللي هتدخل دول؟ اذا كنت انت مش هتدخلهم سوريا، مين اللي هتدخلهم؟ انت عبيط يا ابني؟ انت فاكرها وكاله من غير بواب؟ فيعني وبعدين يقول لك وافغانستان يعني قعد شمتان في افغانستان ده بعد ما انتوا خربتوها يعني وقعدتوا على تلاها يعني افغانستان. الناس بتقول لي مثلا انت السيسي ليه موقفك منه كده؟ السيسي انا بشوفه، انا بقيس على فكره على تجربه افغانستان كلها. والناس بقى اللي عايزه تفهم او تقرا في التاريخ، لان انا بصراحه يعني انا مش هقعد ادي محاضرات في ناس بتعمل الشغل ده. يعني انا بيعجبني جدا قناه المحتوى، وبوجه تحيه ليحيى تميم. طبعا انا كنت يعني في فتره من الفترات اتكلمت معاه بشكل شخصي، وحتى هو كان عندي على الفيسبوك، وبعد كده هو عمل لي بلوك. يعني اعتقد ان هو ما كانش بيعجبه بعض الحاجات اللي انا كنت بكتبها او كده. بس في الاول وفي الاخر هو المحتوى، قناه المحتوى، الكلام اللي بيقوله مهم جدا. تمام. فاللي اقصده انا ليه نرجع تاني لقصه السيسي؟ انت ليه واقف مع السيسي؟ انا بشوفه على الرغم من الاختلافات، السيسي انا بشوفه زي محمد نجيب الله في افغانستان. الراجل ده كان ضابط مخابرات، كان ضابط مخابرات وطني. السوفييت طبعا، يعني هو طبعا السوفييت كانوا هم اللي مدورين اللعبه في افغانستان، بس الراجل ده كان حاول يلم الدنيا كلها ويحافظ على الدوله الوطنيه. وان هو يجمع كل الناس حواليه، ان هو يقول يا جماعه احنا مش كفره، الحكومه مش كافره. ويبتدي كان في حتى ناس يعني ابتدوا ان هم يتجمعوا حواليه ويصدقوا ويثقوا فيه، خصوصا بعد ما الاتحاد السوفيتي اصلا تخلى عنه. بس احنا طبعا شفنا بعدها، يعني بعد السقوط طبعا هو يعني اغتيل طبعا، قتلوه يعني طبعا الاخوه المجاهدين طبعا. بس ايا كان انا بشوف السيسي كده، انه على الرغم من كل حاجة، على الرغم من الغلطات، على الرغم من اختلافي معاه في موقفه من السادات والكلام اللي بيقوله وحكاية الكراهية ومش كراهية والكلام من ده، كلام الأهبل ده. أنا السيسي يعني أنا بالنسبة لي يعني في فترة من الفترات السيسي هو رئيس الضرورة، لأن هو الضرورة الأمنية. أنت عشان تواجه خطر خارجي، أنت لازم الجبهة الداخلية عندك تكون
يعني متماسكه. بشكل سريع برضو، بشكل سريع، السيسي انا عجبني جدا طبعا. طبعا زياره وزير الخارجيه الايراني لمصر طبعا، واستقبال السيسي ليه طبعا، دي كانت خطوه مهمه جدا. انه ما يكونش الموضوع حتى على مستوى وزراء الخارجيه فقط. طبعا قبل هذه الزياره كان الوزير بدر عبد العاطي اجتمع مع وزير الخارجيه الايراني، وبعد كده وزير الخارجيه الايراني اجتمع بالرئيس المصري. وبعد كده على هامش البريكس كان الرئيس المصري قابل الرئيس الإيراني لأول مرة في تاريخ الجمهورية الإيرانية الإسلامية، لأول مرة من بعد ثورة 1979 يكون موقف مصر بهذا الشكل. وبعد كده طبعا احنا شفنا، يعني طبعا قبلها كان جه محمد بن سلمان لمصر، وبعد كده في نفس اليوم تمت إقالة عباس كامل. هو طبعا يعني اقاله شكلها شيك، يعني الناس اللي تقول لك لا ده مش استقاله وترقى ومش عارف الكلام الهبل اللي احمد الطاهري طلع يقولوا على القاهره الاخباريه والكلام الهبل ده، طبعا ده كله كلام معروف. انت رئيس المخابرات، انت يعني بص، جاب حسن رشاد من الاخر هو مسؤول الملف الايراني عموما في المخابرات المصريه. وبعد كده شفنا طبعا التقارب. فده كله نتائج منطقيه. محمد بن سلمان، اعتقد تقديري طبعا، انا ما عنديش معلومات عن اللي دار بين السيسي ومحمد بن سلمان لما جه في زياره مفاجاه لمصر. التقديري انه بن سلمان حاول ان هو يقول للسيسي انه المشروع الايراني والهلال الشيعي والمش عارف ايه والكلام من ده. ده تقديري برضو، يعني ده تكهن يا جماعه، انا ما عنديش معلومات مؤكده. السيسي اعتقد انه الكلام ما جاش على الهواء. واعتقد ان عباس كامل برضو حاول يضغط في هذا الاتجاه، ولكن السيسي ما جاش على هواء الكلام، لانه اصبح يعني اكثر انفتاحا هنقول على المحور الشرقي اللي هو المحور الروسي الايراني الصيني، خصوصا بعد يعني الموقف الامريكي الواضح يعني من اللي بيحصل في غزه ودعمهم للحرب في غزه. ف دي قراءتي اللي بيحصل. وبعد كده لما شفنا تقارب، يعني لقاء السيسي بالرئيس الإيراني لأول مرة في تاريخ الجمهورية الإيرانية، على الرغم من عداوة النظام المصري والمخابرات المصرية لذلك قبل ذلك، بسبب أن المخابرات المصرية عارفين طبعا أنها كانت في نادي السفاري. وفي حلقة، دي حلقة مهمة جدا على فكرة، على قناة المحتوى، حلقة رائعة يعني. نادي السفاري أعتقد أنها من أهم الحلقات في تاريخ يعني قناة المحتوى، ولأنها بتشرح حاجات كتير جدا. نادي السفاري هو نادي استخباراتي. طبعا احنا عارفين انه السادات جندوا كمال أدهم. كمال أدهم هو أول رئيس للمخابرات السعودية، برضو الناس اللي بتسأل والناس اللي عايزة تعرف أول رئيس للمخابرات السعودية. بعديه طبعا جه تركي الفيصل. طيب تركي الفيصل برضو، لأن في كلام، أنا في حد كان بيتكلم معايا وكان بيقول لي إيه، بيقول لي انه بص، السعوديه هي ضد التكفير وضد التطرف، وآل سعود غير العلماء اللي انت بتتكلم عليهم والكلام من ده. طب آل سعود يعني غير العلماء، يعني غير المفتي؟ يقول لك لا، هو المفتي يعني المفتي حتى لو كان ليه اراء متطرفه فدي مش اراء آل سعود، ولكن هم بيطبقوا الشريعه، بس آل سعود نفسهم مش تكفيريين. ويجي يقول لك يعني برضو دي الكلام اللي اتقال، قال لي بص، هو تيار الصحوة هو ده اللي كان تيار متطرف واصلا ضد الحكومة السعودية. وطبعا في حركة الاخوان عندهم، حركة الاخوان اللي هي غير اللي عندنا، يعني احنا حركة الاخوان عندهم هي حركة وهابية اسمها هي اخوان من اطاع الله، ودول اصلا كانوا متحالفين مع آل سعود قبل كده، وخلوهم اصلا يعني يساهموا في ان آل سعود ياخدوا الحكم. وبعد كده هم يعني ايه انقلبوا عليهم، او كان بينهم بعض خلافات، وكان بينهم جهيمان العتيبي. وطبعا حادثة احتلال الحرم المكي في 79. وبعد كده طبعا يعني جهيمان وجماعته. هو ده بقى، هي دي مربط الفرس. في لقاء لرئيس الاستخبارات السعودية السابق تركي الفيصل، اللي هو لا زال لحد اليوم عايش، وهو شخص يعني قمة النفاق والغدر والسفالة وتكفيري. عشان بس نقول، كان ليه لقاء مع مرتقي من تقريبا 4 سنين.
كان بيتكلم على جهمان العتيبي، فبيقول هؤلاء الكفار، هؤلاء الكافرين، كفر جهمان. طيب جهمان وجماعته هي يا جماعه، يا جماعه مختلين يا جماعه، يعني هم عندهم delusional disorder. كان محمد عبد الله القحطاني ده طلع وقال لك ان المهدي المنتظر، وجهمان وجماعته يعني وافقوا. هل هذا يكفر جهمان؟ هل الرجل كفر بالله؟ لا، ما كفرش بالله، هو مختل، عنده delusional disorder، ماشي، دخل عقلي. تمام. فطبعا تم تكفيره لان هو ضد يعني الحكومه السعوديه، او موقفه ضد الحكومه السعوديه. ويعني بسبب مثلا ان هو ماشي ورا واحد مثلا اللي هو محمد عبد الله القحطاني، اللي ادعى ان هو المهدي المنتظر وبتاع. هل هذا كفر؟ هذا مش كفر، هذا مش كفر، هذا خبل، هذا خلل، هذا يعني بيقعدوا بيقوم يعني بيتم ارشادهم. هل هذا الكلام ده تم؟ هل هذا الكلام ده تم؟ انه انت تعالى يا ابني يقعدوه مثلا مع ناس علماء يشرحوا له، يقولوا يا ابني انت مش المهدي ولا بتاع ولا الكلام ده، ومش معنى ان انت اسمك محمد بن عبد الله ان انت بقيت المهدي، ويسيبوكم من الهبل ده ويعالجوهم، يعني ياخدوهم. الناس دي بتتحط في مصحات امراض عقليه وبيتعالجوا. انما لا، انما لا، تركي الفيصل كفر. تمام. فالناس برضو تيجي تتكلم معايا موقفي من الشعراوي ومش من الشعراوي. وبرضو انا كنت بتكلم مع احد الاصدقاء يعني يعني على مدار الايام اللي فاتت بيتكلم معايا والشعراوي مش الشعراوي. طب هو الشعراوي ايه؟ هو الشعراوي ازهري ولا وهابي ولا ايه دنيا؟ الشعراوي هو في اساس تكوينه هو ازهري. انا برضو من ضمن الكلام اللي انا كنت بتكلم معاه برضو حد الرجم، وهل في رجم في الاسلام ولا مفيش رجم والكلام من ده. وبعدين في ناس بتتكلم معايا بتقول لا اصل الشعراوي معتدل، واصل الشعراوي قال ان مفيش حد رجم، وانه الحد هو الجلد، واتفق في ذلك مع المشرع المصري اللي هو طبعا استدل من القران انه فعليه نصف، انه يعني غير الحرائر يعني اللماء اذا زنوا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والعذاب طبعا اللي هو طبعا من الايه اللي في سوره النور، العذاب هو اللي هو الاذى الجسدي او العقاب البدني اللي هو الجلد. والرجم لا ينصف والكلام من ده. طيب الشعراوي قال الكلام ده وهو صغير، ده حقيقي، ولكن هو ليه فيديو تاني لما كبر بعد ما تسلفن، لان الشعراوي اصلا كان ليه ميول وهابيه والسعوديه وهو متطرفه. تمام. فطبعا الشعراوي لما كبر شويه قال لك ايه؟ قال لك بص، هو آية الرجم مش في القرآن. وطبعا اللي كان بيقعدوا يقولوه اللي هو أصلها نسخت لفظا وبقيت حكما. يعني نسخت لفظا وبقيت حكما، يعني هي الآية أصلا المدعاة هي أصلا آية، هي حكم، يعني هي حكم. تمام. والزانية والزانية والشيخ والشيخة إذا زانيا فرجمهما البتة. وفي ناس بتقول طبعا هو ليها طبعا يعني نصوص كتير مدعاة يقول لك بما قضي من اللذة بعدها، بس أيا كان، أو بما قضي من الشهوة والكلام من ده. يعني طب بعدين يقول لك اصلها اصل في البخاري او في مسلم يقول لك انه في مقوله يعني بينسبوها للسيده عائشه، يقول لك انه اصلها احنا ايه الرجم دي احنا كتبناها على عهد النبي، واصلها اتحطت تحت السرير وجت فرخه وكلتها والكلام من ده. يعني كلام. وبعدين يقول لك اصل عمر جم وقالوا له يعني في واحد واحده زانوا، فالناس جم قالوا له ايه مش هتقيم عليهم حد الرجم ومش عارف ايه والكلام من ده. فقال لك عمر طلع على المنبر وقال لك يا جماعه احنا على ايام النبي كنا بنرجم واحنا هنرجم الناس دي. يعني الكلام كله اصلا الروايات كلها مشكوك فيها. وبعد كده الشعراوي بقى لانه هو مش عالم حديث، لان الشعراوي مش عالم حديث، طلع وقال لك ايه؟ قال لك الرجم مذكور في القرآن. لما يجي حد يقول لك الرجم مذكور في القرآن ولا لا، قول له مذكور في القرآن، لأن ربنا بيقول ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تمام. والرسول رجم، يبقى هو أثبت بقى صحة هذه الأحاديث اللي هي أصلا متناقضة مع بعض. يعني أنت أصلا لما تشوف ماعز والغامدية دي متناقضة مع بعض. وبعدين الكلام اللي بيقعدوا يقولوه يقول لك أصل الآية دي كانت في سورة الأحزاب، سورة الأحزاب اللي هي نزلت سنة 5. تمام. ويقول لك الحكم ده نزل في سورة الأحزاب بس الآية اتنسخت. طيب
طيب وبعدين يقول لك ايه؟ طيب وبعدين طب ما سورة النور نزلت في سنة 9. طب سنة 9 يعني بعدها بعد سورة الأحزاب ب5 سنين ب4 سنين. تمام. يجي يقول لك ايه بقى؟ يرد طبعا. انا بتكلم على رد المتسلفه والوهابيه يعني. تمام. يجي يقول لك ايه؟ يقول لك بس اصل في اقوال، طبعا ده راي شاذ تمام للناس اللي درست اسباب النزول والصور نزلت امتى والكلام ده. في يقول لك اصل في راي شاذ بيقول لك انه اول 3 ايات من سوره النور نزلوا في مكة، والباقي نزل في المدينة، فالحكم اللي في الأول ده اتنسخ، ويعني بالرجم بعدين في سورة الأحزاب اللي هي نزلت سنة 5 والكلام من ده. طبعا كلام يعني ما يعني يعني سورة النور من أولها بتقول سورة أنزلناها وفرضناها. تمام. أنزلناها خلاص، تم الإنزال. تم الإنزال. هي طبعا هي لو قالت مثلا نزلناها يعني في الماضي، نزل هو ماضي مستمر. تمام. إنما أنزلناها تم الإنزال والفرض. فهي كلها نزلت مرة واحدة خلاص. فده وبعدين في إدراء الحدود بالشبهات وغير كده أصلا. يعني بعد ده كله المشرع او يعني الحاكم او كده من حقه ان هو على حسب الوضع الرعيه او كده ان هو يغير في الحدود وفي تطبيق الحدود، او حتى ان هو يرفع العقوبه عن جرائم معينه يعني في الشرع اذا كان لم تستوفى يعني شروط إقامة الحد. يعني مثلا أنا كنت بتكلم مثلا مع صديقي برضه، وده برضه بيبين يعني مدى يعني جهل الناس. مثلا يعني أنا بتكلم معاه مثلا بقول له إنه الزنا، جريمة الزنا في القانون المصري، بيقول لي أصل القانون المصري ما فيهوش جريمة زنا. بقول له لا يا ابني في جريمة زنا، جريمة زنا. فيقول لي بس هو طبعا هو مش عارف قانون ولا دارس قانون ولا دارس تشريع. وأنا أعتقد يا جماعة يعني انه احنا يعني شوف احنا عندنا كام قناه اعلاميه اللي بيطلعوا فيها بيهجصوا وبيتكلموا، مفيش محتوى حقيقي. او مثلا يتكلم في القانون، يتكلم في التشريع، يتكلم في اسباب التشريع بهذا الشكل. يعني انا مثلا جريمه الزنا طبعا قعدت اتكلمت معاه وفهمته جريمه الزنا في القانون المصري، وانه الزنا المشرع المصري قرر ان هو ما يقيمش حد الزنا على العازب يعني لاسباب، ولازم تقرا اسبابه والكلام من ده. طبعا يجي مثلا واحد زي ياسر برهامي، طبعا الطابور الخامس اللي عندنا في مصر. ياسر برهامي انا شفت له كلام برضو على موقع او يعني قناه انا السلفي، طالع بيتكلم بيقول لك ايه؟ بيقول لك واصل اليهود هم اساس كل الشرور، وهم مش عارف ايه وكذا وكذا وكذا. وطبعا هو يعني هو عنده مشاكل مع كله، يعني عنده مشاكل مع اليهود وعنده مشاكل مع الشيعة، وهل نقاتل اليهود وهل نقاتل الشيعة وهل نقف مع الشيعة، هل الشيعة يعني غلاتهم كفار. وفي الاخر كمان بيستدل بابن تيمية وبيقول لك تكفير المعين. هو اصلا مش فاهم الكلام اللي بيقوله. وطبعا عبد المنعم الشحات اصلا يعني تكفيري ومتخلف، يعني العالم دي كلها بهايم. ويقول لك ابن تيمية بيقول تكفير المعين مش قاعد هو بيكفر الناس كلها. في هناك فرق بين المنهج الكفري. برضه احب اقول الكلام ده لياسر برهامي لو بيشوف تمام، او حد من جماعته بيشوف. يعني هناك فرق بين ان يكون جماعه معينه او طائفه معينه منهجها كفري، وبين انك تكفر كل من هو طالع من ابناء هذه الطائفه بدون ما تدعوه للاسلام او بدون ما يعرف الحق. تمام. طبعا الشيخ الازهر انا كنت شفت له يعني كلام، ده من الحاجات طبعا اللي انا بحترمها في الشيخ احمد الطيب وفي الازهر عموما، انه كان بيتكلم بيقول انه الكفر يعني عشان تحكم على شخص بالكفر فلازم تكون الدعوه وصلته يعني، ويكون فهمها فهما تاما ورفضها. فهؤلاء هم الكفار. انما انت تحكم على جماعه معينه من غير ما تدعوها ومن غير ما توصل لهم الدعوه بشكل تام وصحيح ويرفضوها وتقول عليهم كفار، فطبعا هذا الكلام يعني حتى لا يتفق مع ما قاله ابن تيميه. ياسر برهامي طلع وبيتكلم. فهؤلاء البهايم وللاسف يعني ياسر برهامي بيطلع بيعمل ده بيقول فتاوي. طبعا هؤلاء البهايم لا هم عندهم علم شرعي ولا هم فاهمين قرآن ولا هم فاهمين حديث ولا كلام من ده. بس ارجع بس للحته الكلام اللي بيتقال. ياسر برهامي متضايق قوي وبيقول انه اليهود هم اللي خلوا، يعني هو طبعا بيلمح، يعني هو قال اليهود تمام ده مش ظاهر، وبعدين بيقول ايه؟ هو بيدخل كل حاجه في بعضها. يقول لك ويقول لك الزنا ولا يأمروا بالرجم ولا يطبق حد الرجم، ويقول لك انه الحبس 6 شهور او 2 سنين يعني
هو لازم الزوج هو اللي يبلغ ومش عارف ايه وكلام من ده، وطبعا مش عاجبه القانون المصري، بس هو بيقول الكلام ده على اساس ان اليهود هم اللي حاطين القانون المصري، وده كلام في منتهى الخطوره. انا بستغرب ازاي الامن المصري سايب ولاد الوسخه دول يتكلموا. طب انا هتكلم عن رايي بقى انا، يعني في مساله عقوبه الزنا، يعني ايا كان. انا رايي عموما ان الزنا، يعني انا شايف ان عقوبه الحبس دي عقوبه يعني كبيره، يعني لجريمه زي دي. انا شايف ان عقوبه الحبس دي عقوبه كبيره جدا، يعني ان انت تخلي واحد تاخد منه حريته 6 شهور الى سنتين، تمام؟ ده كتير جدا. يعني انا شايف ان عقوبه الجلد هي المفروض انها تقام يعني في هذه الحالات. يعني هي طبعا مفيش بقى يعني، فهمونا واحنا صغيرين العالم الوهابيه دول يقول لك اصل المحصن هو المتزوج، والمحصن مش المتزوج او المتزوجه. طبعا الكلام ده يعني مش بالمنظر ده يعني، تمام؟ آه، الإحصان غير الزواج. يعني الزواج هو ده ممكن يكون جزء من الأشياء التي تسبب الإحصان، تمام؟ إنما الإحصان مش الزواج، بس عشان بس الناس تكون فاهمة. آه، لو هتكلم في حاجات دي، يعني انا يعني برضه مثلا من ضمن الكلام اللي بيتقال هؤلاء، يعني مثلا الدكتوره اللي طلعت وسام شعيب لما طلعت بتتكلم الكلام ده، انا طبعا قعدت شفت اللي في الاعلام وشفت الكلام اللي بيتقال، وطبعا متفق مع رأي سيد نقيب الأطباء إنه ما يصحش إنها تطلع وتتكلم بهذا الشكل. في طبعا النيابة حققت وشافت هل في شق جنائي ولا لا ومش عارف ايه، واتمسكت واتحبست على ذمة التحقيق. هل في شق جنائي؟ انا ما اعرفش هل في شق جنائي ولا لا، لانه هي بعد اللي عملته هي طالعه بتقول والله انا بشكركم ان انتوا شفتوا كلامي ومش عارف ايه، وعايزاكم بقى تتابعوني بقى، يعني تعملوا لي متابعه ومش عارف ايه وتكون لي عياده وكلام من ده. فالفكره الناس بس العقليه اللي انا عايز اقولها، يعني احنا ليه مستغربين ان الدكتوره عملت الكلام ده؟ يعني هي طبعا كفر الدوار مش بعيد عن اسكندريه، بتاع الدعوه الوهابيه اللي بيقولوا عليها السلفيه، اللي في اسكندريه بتاعت ياسر برهان من العالم دي. يعني انتوا ليه مستغربين يا جماعه انها تطلع وتتكلم وتقول انه هؤلاء الناس لو كانوا بيتجلدوا ولا مش عارف؟ ويا اخي سبحان الله، هي المشكله في اضطراب نفسي. هي الست دي عندها لاك اوف امباثي، يعني الدكتور ده المفروض ان هو لاك اوف امباثي. برضه الناس بتقول ان انا بتكلم انجليزي، يعني غياب التعاطف. المفروض ان الدكتور ده رسالته انسانيه، وان هو عنده قلب، والمفروض ان هو موجود عشان يساعد المريض مش عشان يحكم عليه. ده مش قاضي، تمام؟ هو لو عنده مثلا اي حاجه او عنده اي ملاحظات او كده بيكتب في التقرير بتاعه وكذا كذا، مفيش ليها زوج، ولا حصل ان مفيش زوج او كلام من ده، وبيكتبه بحيث انه الضابط او الشخص يعني المسؤول قانونيا عن متابعه الحاله هو اللي ياخد باله من الموضوع ده، مش هي بالنسبه لها ليها دور معين، تمام؟ ولكن احنا شفناها طبعا بتحكم. ولا الكارثه الاستهتار، يعني مثلا كانت بتتكلم على واحده محبوسه وجايه لها وبتحط ولد ومش عارف ايه بتولد، انا مش فاكر بالظبط يعني، بس معناها انها بتقول واخده حكم سنتين عشان هتدخل السجن سنتين عشان جريمه زنا، واصلها كانت بتجيب حد من ورا جوزها وكلام من ده، ودخلت السجن سنتين. وبعدين بتقول يا سلام، طب ما انا بقى بعد كده، طب ما انا ازني وادخل السجن سنتين. هل انت مستهتر بحياه بني ادم انه يقعد في السجن سنتين عشان جريمة زنا؟ غلطت، ودي العقوبة بتاعتها عشان تتعلم. وما يعني الحرمان من الحرية سنتين دي كارثة، دي كارثة. المهم نرجع للشعراوي. بص انا بتكلم في حاجات كتير، يعني انا بتكلم اهو، فتحت كام موضوع دلوقتي 23 دقيقة، في كلام كتير انا عايز اقوله، بس الفكره انا مش هستطول طبعا في الفيديوهات، وانا مش ضروري ان اطلع واعلق على كل شيء. يعني ايه؟ يعني مثلا برضو تعليق برضو اخير، يعني انا هقول افكاري كده على السريع يا جماعه، برضو من ضمن برضو الكلام اللي بيتقال، يعني برضو يقول لك ايه، اصل المتطرفين قصادهم التنويريين. بص يا جماعه، يعني التطرف في مصر بقى يعني اسلوب حياه. يعني برضو العالم بيقول لك اصل التنويريين ومش عارف ايه، طب ما يعني بعد، يعني طبعا لما داعش طلعت ومش عارف ايه، كان في ناس بتطلع وبتخبط في الازهر وبيقول لك هو الازهر ليه ما بيكفرش داعش؟ الازهر ليه ما بيكفرش داعش؟ هو تكفيري، هو كل اللي همه انه يكفر برضه. يعني الاخوه التنويريين دول، يعني طبعا مش كلهم، يعني بتكلم على الناس اللي قالت هذا الكلام،
وبينتقد الازهر. انت ليه الازهر ما بيكفرش داعش؟ وكأن الهم هو التكفير، الهدف هو التكفير، تكفير من اجل التكفير. يعني الازهر عجبني طبعا انه اتكلم وقال ان هؤلاء ضالين. الازهر يعني المنهج العلمي في مقاربة المشاكل، يعني الازهر لما بيتكلم وبيقول هؤلاء الناس دي ضالة ومش فاهمة الدين ومش فاهمة، يعني هي ماشية بمنهج غلط، لان هما ما درسوش دين، والمفروض ان انت تعلمه. تمام. انما ان انت تكفرهم، يعني ازاي تكفرهم؟ هو بيقول لا اله الا الله، هو ضل تمام. بس هؤلاء التانيين برضو اللي بيقول تنويرين برضو التكفير. نيجي بقى لحته العالم، الاخوه الكميته. طبعا الكميته اللي بيقعدوا يقول لك ايه اصله، العرب ما لهمش، سوري، مصر للمصريين وملهاش علاقه بالعرب. وطبعا هذا الفكر واصل حتى جوه المخابرات المصريه، وواصل حتى لدماغ رئيس الجمهوريه، اللي يعني هو قاعد دلوقتي هو في تذبذب جامد. انا اتمنى في الاخر ان ربنا يهدي يعني، ويعني نوصل لل يعني للوضع السليم. ولكن في تذبذب، يعني برضه يعني الاخوه الكبايته الكلام اللي بيقعدوا يقولوه، ما ده اللي يخلي واحد مثلا زي السيسي يقول لك اصل حدود مصر من الاف السنين لم تتغير، والكلام الاهبل ده يعني، فاهمني؟ الاخوه الكميته اللي يقول لك اصل مصر للمصريين ومصر ملهاش علاقه بالعرب، ويطلعوا يتكلموا برضه في واد هبل. كان امبارح انا كنت شايفه طالع اسمه والله العظيم ناسي اسمه، بس العيال اللي على اليوتيوب دي اللي بتطلع، هشام المصري، طلع بيخرف طبعا. وبعد الكلام يقول لك بعد الدوله العثمانيه واصل الاسلام ومش عارف ايه، ما تفهمش اصلا هو بيتكلم على الاسلام، يعني ما معنى الاسلام. ويقول لك المسلمين وحسوا بالاسى والهزيمه بعد انتهاء الدوله العثمانيه، وكانه مش عارف ايه. يا عم انت يعني مين قال؟ يعني مين قال ده؟ في ناس بعد ما الدوله العثمانيه يعني سقطت عملوا فرح يعني. وبعدين احنا في مصر اصلا محمد علي كان بيحارب الدوله العثمانيه، والدوله العثمانيه اصلا راحت اتحالفت مع بريطانيا وفرنسا عشان يوقفوا محمد علي، وقصه يعني الدوله العثمانيه دي اصلا كانت هتسقط يعني، وما حدش كان هيبكي عليه. ويقول لك اصل المسلمين كانوا اتضايقوا عشان لاول مره بقوا من غير خليفه ومش عارف. يا عم مين اللي قال الكلام من ده؟ ما كان مين قال اصلا انه في التاريخ الاسلامي، تمام، او في تاريخ المسلمين يعني، او في تاريخ الخلافه يعني برضه عشان نكون اكثر دقه، مين قال لك ان هو كانت دايما بتبقى خلافه واحده ودوله واحده ومش عارف ايه ومش عارف. يا عم الدوله العثمانيه دي، ما انت الحركه الوهابيه دي ما كانت طالعه ضد الدوله العثمانيه، وكانوا برضه مطلعين امام المسلمين، ومطلعين الواد اللي اتجاب عندهم وراح اتمسك بعد ما محمد علي دخل الدرعيه وبعته للاستانه. ابراهيم بن محمد علي يعني دخل الدرعيه وبعتوا الامام بتاعهم للاستانه وشنقوه هناك ومش عارف ايه. ما ده كان امام المسلمين. والوهابيه لحد النهارده بيقولوا عليه الامام الذي فدى شعبه، تمام، اللي هو بتوع ال سعود برضو، اللي هي الدوله السعوديه الاولى يعني، تمام. والشريف حسين ده برضو، ما هو كان طالع برضو عامل نفسه امام المسلمين، وكان طالع بيخبط برضو في الدوله العثمانيه. بصوا يا جماعه، في خرف بالهبل، تمام. ويعني وطبعا افكار، يعني يقول لك اصل احنا الغزو البدوي اللي جه لمصر، واحنا مصر، احنا مصريين بس، تمام. يعني لو يعني مصريين بس، يعني مش جمهوريه مصر العربيه والاخوه الكمايته دول كلهم يقول لك احنا مالناش دعوه باللي بيحصل في فلسطين والكلام ده كله. طبعا هذا امتداد لخط مصطفى خليل اللي انا كنت اتكلمت عليه قبل كده، رئيس وزراء مصر الاسبق، تمام. وهؤلاء يعني اصلا يعني دول جايين بيخدموا النظام العالمي الجديد، اللي هو اسرائيل تفضل موجوده مالناش دعوه، ونفضل تحت جزمه الامريكان وتحت جزمه البنك الدولي، تمام. طبعا برضو على السريع، انا شفت في قناه تفاصيل مصريه يعني فيديو للسيد السفير معصوم مرزوق، وكنت سعيد جدا طبعا ان هو خرج من السجن وهو طلع واتكلم انسان وطني جدا. برضو شفت على قناة ذات مصر، شفت هالة ابو علم، طبعا انسانة جميلة جدا، كنت سعيد جدا. طبعا كانت بتتكلم عن الاعلام والخطاب الاعلامي في مصر. برضو من ضمن الكلام، برضو انا كنت بتكلم مع حد يعني صديقي ده على القنوات المتخصصة يعني في مصر، ان انت يكون عندك قناة متخصصة في العلم، بتتكلم بشكل علمي وباسلوب موضوعي في كل شيء. الكلام ده مش عندنا في مصر، لا في الطب ولا في القانون ولا في العلوم ولا يعني للاسف كلها قنوات تجاريه وتهدف للربح، ولا تهدف الى رفع مستوى الوعي والعلم لدى الشعب، عند الناس اللي غاويه واللي عايزه تعرف.
وللاسف طبعا احنا شفنا حتى يعني مستويات الاطباء عموما، ومستويات يعني المستويات المهنيه في مصر عموما يعني في انحدار، ما بعده انحدار للاسف على كافة المستويات. وانا طبعا شفت مثلا على سبيل المثال برضه، انا شفت مثلا قاضي في مصر بيدي متهمة حكم بالبراءة، مطلع لها حكم بالبراءة. يعني متهمة كانت مدخلة مخدرات لجوزها في السجن، وهو عارف ان التهمة ثابتة عليها، ويعني ثابت في يقينه ان التهمة ثابتة عليها وان هي جنائية موجودة، ومع ذلك بيديها حكم بالبراءة. ده بعد يعني الفعل الجنائي والنية الجنائية ما تم إثباتهم، تمام، وهو مستقر في يقينه ذلك، ومع ذلك اداها براءة. طبعا غلط قانوني رهيب يعني. يقول لك اصل انا اديتك براءة عشان العيال، طب ما تديها عقوبة يعني، لازم تاخد بدانة، ما ينفعش انها تطلع بريئة لانها مش بريئة. ممكن تديها إدانة وبعد كده في الحكم تشوف الظروف المخففة، تديها حكم عقاب تنفيذ، أو إنها الحكم بتاعها يكون مثلا المدة اللي هي قضيتها اوريدي في الحبس الاحتياطي وخلاص وتطلعها، إنما بريئة. فبصوا، والناس قاعده بتقول الله عليك وعلى رأفة القاضي ومش عارف ايه. طب انتوا بتعلموا الناس ايه؟ ان انتوا يا جماعه اعملوا بلاوي وارتكبوا جرائم وخالفوا القانون وهنديكوا براءه، بس جيبوا عيال وهنديكوا براءه. ده بدل ما انت، هو هل انت تستأمن ان واحده زي دي تربي عيال؟ يعني برضه يعني هتطلعهم عاملين ازاي؟ فدي طبعا حاجات يعني يعني دي ملاحظات سريعه. طب الفيديو نص ساعه كفايه قوي على كده، انا مش هقعد برضه الف واعجن كتير لما ابقى يعني يعني بيجي لي بال او حابب ان انا اتكلم او كده. يعني هبقى اطلع واتكلم يعني. دي بس كانت ملاحظات سريعه وتلخيص للحوار يعني الايه اللي كان يعني مستمر على مدار يمكن الاسبوعين اللي فاتوا مع الناس اللي هي بتشوفني، واللي يعني كانت بتطلب مني ان انا اطلع واتكلم واقول واعمل فيديو والكلام ده. تمام. اشكركم والى لقاء قريب. شكرا جزيلا.